بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. احنا هناكل النهاردة بيتزا. هنعمل لكم البيتزا بشكل مختلف شوية. وتابعونا عشان نشوف الطريقة. هنا جبنا اللحمة كانت جامدة عشان نعرف نقطعها شرايح. زي الشاورما كده. يعني وهي اللحوم وهي جامدة شوية بتبقى سهلة في التقطيع. لو انت عايزه تقطعيها شرايح زي ما انت شايفه كده قدامك، لكن لو هي طريه مش هتعرفي تقطعيها يعني ايه هتتهري منك او هتضايقك، يعني المهم في التقطيع. اي لحوم عايزه تقطعها شرايح خليها تتجمد شويه وابداي قطعي فيها يا ست الكل. طب هنا هنعمل ايه؟ هنا طبعا جبنا دقيق زي ما انتم شايفين للبيتزا. لو انت عندك دقيق واثقه فيه مش مشكله استعمليه، مش لازم يكون النوع الدقيق ده يعني. هندخل طبعا الدقيق عشان نطلع لو في رطوبة ولا حاجة بندخله كده زي ما انتم شايفين. وخلصنا كده نخل الدقيق، وهنعمل ايه؟ سنة سكر، معلقة سكر صغيرة خالص، نص معلقة سكر، نص معلقة ملح. هنحط هنا الخميرة الفورية. لو انتي مش واثقة في الخميرة بتاعتك، لان الخميرة دي احنا مستعملينها كام مرة وحلوة يعني، عشان كده حطيناها على الدقيق على طول. لو انتي مش يعني خايفة تستعمليها عشان ما تبوظلكيش الدنيا، لا حطيها في نص كوباية مية وسيبيها شوية. وشوفيها هتفور منك ولا لا، وبعد كده ضيفيها على العجينة بتاعتك. امال احنا هنا حطيناها على طول. عايزة العجينة بتاعتك يبقى ليها تيست حلو كده، ضيفي عليها رشة توم باودر او بصل باودر او اي تيست انت بتحبيه. عايزة ترشي عليها كمون رشي، عايزة ترشي عليها حبة البركة رشي. براحتك، اي طعم انت بتحبيه في العجينة اعمليه، هيبقى طعم العيش طالع تحفة وطعمه حلو قوي. لو انت مش بتحبي اي طعم في العجينة وتطلع زي ما هي، خلاص ما تحطيش، واعمليها زي ما انت شايفة كده. هنا هنبدأ نعجن فيها، نحط الزيت بتاعنا. العجينة محتاجة دقيق هنحط، محتاجة زيت هنحط، محتاجة مية هنحط. هنا هنفضل نعجن في العجينة لحد ما انت لازم تعجنيها كويس جدا عشان تبقى من جوه معجونة كويس، متبقاش مكلكعة منك، تبقى العجينة سلسة معاكي كده. وهنا هنحطها طبعا في العلبة دي عشان تخمر. كان عندنا علبة فاضية فايه استغليناها يعني احسن استغلال. وهنا بصوا اهو، بضغط على العجينة دي بتطلع نضيفة جدا. ده يبقى كده العجينه بتاعتك ناجحه وزي العسل. هنا هنعمل ايه؟ طبعا اللحمه اللي احنا قطعناها معاكم في اول الفيديو هنشوحها دلوقتي. في ناس طبعا بتقطع الفلفل والبصل او اي مثلا الخضار وكده بتقطعه عشان بتحبه يعني ايه مقرمش وكده، لا احنا بنعمله كله. وفي كام طريقه طبعا للبيتزا حسب يعني اي حاجه خضار او اي نوع لحوم انت بتحبيه حطه على البيتزا عادي. دي حريه شخصيه وكل واحد حسب ما بيحب يستطعم الحاجه. آم، هنا هنحط اللحمة تاخد صدمة شوية مع حتة زبدة بلدي. طبعا الزبدة البلدي والخل الفلاحي ده طبعا بيخلي الأكل في حتة تانية. هنا هنحط في القرفة، وهنحط جوز الطيب، وهنحط طبعا أي تشويحة بتعتمد على البهارات عشان تطلع معاكي التست بتاعها عالي وحلو. كمون، فلفل أسمر، ملح اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنفضل نشوح فيها شوية وبعد كده ننزل بالخضار بتاعنا. فلفل اسمر، بعد كده حطينا كمون، فلفل اسمر، قرفة عادية يعني عود قرفة، وحتة جوز الطيب. وطبعا انتي الحاجة البهارات المتاحة عندك حطيها، ما تعتمديش بهارات حد، او الحاجة المتاحة عندك ما تعجزيش نفسك وتاكلي طبعا الحاجة اللي نفسك فيها. وده مش عيب، الحاجة الواحد اللي عنده حاجة ويستغلها مش مشكلة. مش لازم عشان انت شايفانا بنحط حاجة لازم تحط زيها، لا طبعا التست اللي انت بتحبيه في الاكل اعمليه. هنا حطينا الفلفل بتاعنا اهو، وهننزل بالبصل بتاعنا، وهننزل بالطماطم. وطبعا احنا مملحينها ومبهرينها التشويحة دي، ونسيبها تعيش مع نفسها في الفرن على البوتاجاز قصدي. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة عشان نكبر بيكم بقى وتفعلوا لنا القناة. كل فيديو بنذكركم، وطبعا ال الاشتراكات قليلة بس ان شاء الله
ثقة في ربنا وفيكم ان انتوا ان شاء الله هتكبروا لنا القناة بإذن الله. ويا رب يكون الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم، ويكون طبعا المحتوى بتاعنا زي ما انتم شايفين بسيط، وبنقدم لكم المعلومة بطريقة بسيطة وسهلة. فانتوا ما تنسولاش بالاشتراك في القناة وتفعلوها لنا ان شاء الله، ونكبر بيكم بإذن الله. خلاص بقى احنا هنسيبها تعيش نفسها مع نفسها، وهتلاقوا طبعا الخلطة دلوقتي في اخر الفيديو حلوة قوي لما نحطها على البيتزا. هنا خلاص بقى شفتوا العجينة كانت خلاص بقى اخدت وقتها في الخميرة، وطلعت قبت اهي. يعني طبعا تشوفوا هو كانت في قعر الجردل، وبعد كده ايه طلعت خالص. انت طبعا لازم تغطي العجينة بتاعتك بعد ما تخلصيها عشان تقب معاكي زي ما انت شايفة كده. مش لازم عندكيش حاجة مثلا بغطا، عادي بفوطة حطها في فرن البوتاجاز كده هتكون معاكي حلوة وزي الفل. هنا طبعا هنقطعها القطع وحسب التقطيع اللي انتوا عايزينها. بتقطعيها حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنا هنعمل يعني ايه يعتبر بيتزا متوسطة. هنا لازم تعملي بالشوكة كده، لازم 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 الحركة دي عشان تسيبي العيش يستوي حلو، والعجينة تستوي حلو، والحاجة تكون معاكي متظبطة. هنا حطينا طبعا صلصة البيتزا. صلصة البيتزا سهلة جدا. شوية زيت، فلفل أسمر، وتحطي معلقة توم بودرة، وبصل بودرة، وسنة سكر وسنة ملح، وتسيبي الطماطم مع نفسها كده. انت عملتي الصلصة بتاعة البيتزا. طبعا هنا حطينا هنا حطينا ال- الزيتون بتاعنا. ما كانش عندنا زيتون مخلي، فاحنا جبنا كام زيتونة كده وخليناها بالسكينة عادي، وبتشيلي منها البذرة وخلاص انت كده خليتي الزيتون. وهنا شفتوا بقى الخلطة عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. طبعا طعم اللحمة باين، قطعة اللحمة باينة، وحاجة مخدومة في البيت وحاجة نظيفة وكل حاجة. طبعا هنا يا جماعة عايزة اقول لكم الجبنة الموتزاريلا معانا هنا، احنا بعد ما بنحطها في الفرن تاخد يعتبر وتبقى خلاص البيتزا استوت، بنرش طبعا في الاخر الجبنة عشان ما تتحرقش منك وتطلع معاكي بتشد وحلوة، ويكون طعم الجبنة باين معاكي. طبعا احنا كان عندنا هنا شوية حمص، نسيبهم؟ لا ما نسيبهمش في حالهم. فقلنا ايه نضيفها على اللحمة وعلى البيتزا. والله كان طعمها تحفة تحفة تحفة. اي حاجة عندك في البيت حاسة ان هي تطلع حلوة ما تتردديش واعمليها، هتتلاقي الحاجة معاكي طالعة حلوة بإذن الله. وأي واحدة بتحب تفكر وبتحب تستغل الحاجة اللي عندها. طبعا يا جماعة احنا في وضع اقتصادي يعتبر مزري. فطبعا لازم نستغل أي أكل عندنا، والنعمة طبعا لازم نستغلها أحسن استغلال عشان ما تزولش من وشنا. وربنا يقدرنا على الأيام اللي احنا فيها، وإن شاء الله الأيام تعدي على خير. هنا شفت زي ما انتم شايفين اهو البيتزا دي كانت يعني كانت يعني خلاص بقى كانت اللحمه كانت التشويحه كانت خلصت. قلنا نعمل ايه شويه حمص على حته جبنه، اي حاجه عندك في التلاجة حطيها على البيتزا هتتاكل وهتبقى زي الفل. وما تقلقيش من حاجه، واشتغلي في البيت واخترعي في البيت مش عيب، وهتاكلي احسن اكل. وحتى لو الحاجه مثلا مش قد كده بس اسمها ايه تتاكل، وحاجه انت ضمناها وحاجه انت عاملاها في البيت. بس البيتزا دي على ضمانتنا بجد، جربوها والطريقه دي تحفه. ويا رب نكون خفاف على قلبكم دايما واستفدتوا مننا حتى لو بمعلومه بسيطه. وبنحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.